وأسلافنا الصالحون ما علمنا حبيبنا علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا بدر التمام. السلام عليك يا نور الظلام. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه إحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود برزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وسلم الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد إذ برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة ترجى اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه وسلم من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله أشهد عليه أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله
والمبلغ لله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله بلغ عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان في عليه ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله فما عليه. أعظمها من منة تكرم الله بها على اللهم البشر صل وسلم عليه. وسها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه. فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. يتسجره المصلي عليه به فينبث في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. فيوضي إلى أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك وآله وصحبه. أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. التصوير في العالم المطلق الكبير صلى الله عليه. مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. أتنقل ذلك الجمال الميمون صلى الله بالأسلام عليه. الكريمة والبطون صلى الله عليه. ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله والقمر عليه. التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله يتشرف عليه. بموت استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد قدت عليه. الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصناب الفاخرة صلى الله والأرحام عليه. الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأبكار ظهوره وبهر صلى الله فتألق عليه. ذمة الراكم لهذه الحروف صلى الله بأن عليه. يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصول صلى الله عليه. تشريكا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن هذا عليه. إلى تدوين ما هبت من شرشرب المخلوقين صلى الله وما عليه. أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت راية
في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه بهذه الحضرة الكريمة صلى الله ونعد عليه التشوق إلى السماء يوصى فيها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين وروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا روضة الهادي الشفيع
الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والباقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وقد آن للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والكرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار صلى الله وقد عليه بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد عليه الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله صلى الله عليه وقرب بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. ولم تزل أرض السماوات متضمعة بذر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروز على الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول يا ربي صل على المختار طه الرسول. على فينا بابا مولانا طرحنا الحمول على فينا بابا مولانا طرحنا الحمول راجينا منه المواهب والرضا والقبول راجينا منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول يا ربي صل على
ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول تحت بابك نزول الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول مختار طه الرسول ضيفنا بابك ولسنا عنه يا الله نحول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول ففي نحور الأعادي بك إلهي نسول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول بالحياة والذبول الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول مختار طه الرسول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على سيدك في سبل الرجال الفحول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ليس ملكه يزول الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول مختار طه الرسول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل وصحب ما داعي رجا بالقبول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل وصحب ما داعي رجا بالقبول داعي رجا بالقبول الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول مختار طه الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه واختار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتج سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرات كشفت قناع هذا المستور يبرز عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه بتوفيق الله سيد
والسيدة مريم والسيدة آسيا ومعاذ من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق زهو الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد Pakhusyuk dalam atina, pakhusyuk hadiraki Kanjeng Nabi dalam atina, pakerong ke Kanjeng Nabi atina. Asyraqal kaunu btihajan bi wujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun ya Rasulullah wa sururun qad tajaddad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرا واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العبد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد أهلا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد طال مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل
المرسلين محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد. اعرف الحق له للحق والسلوك معهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم. فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم باخت ما قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولا زام فيناهم فانهم قمحات في البرية كما هم لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم فإن مولاك وفار من هباته عطاهم. ربي بلغني أمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيه فيل محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعوذ ظافرا وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحميل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر.
قاسم إمدادك في عبادك وسكي كؤوسك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقبل منا بجميع رعايتك وإنقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمال وتقبل منا ما حرقنا فيه من نيات وأعمال وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الغافل اللهم إنا لنطمئن في رحمتك الخاصة فلترحمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين وأن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله وظاهر وعم ببركات وشرف وجهه لأولادنا ووالدينا وأهلنا وقدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمور معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واكف دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بوالد الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من بلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.